الورد وتحلوا بأفراح المواليد. طلوا الموالي طلوا الفرح طاب محلوا بنجاحك يا الغالي. كله علينا كله رش الورد وتحلوا بأفراح المواليد. بأفراح الغوالي. طلوا الغوالي طلوا الفرح طاب محلوا من الغوالي. ضيفك كالليل حلو يا غصن المال فهلو يا فرحينو وسعدو. يا حبابينا الدلالو بالهمك يستاهلوا من دوري حنعودو. ضيفك كالليل حلو يا غصن المال فهلو. علنا نرسم البسمة على شفاهكم. طلاب الأعزاء، مباركا لكم تفوقكم، مباركا لكم نجاحكم، مباركا لكم تميزكم، إبداعكم وتألقكم، مباركا لكم على هذا الإنجاز العظيم. ألا وهو تكريم أبنائنا المتفوقين والموهوبين في مسابقة الرياضيات الكلية، فأجمل التهاني وأحلى التبريكات نقدمها لكم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. يعلم الجميع أهمية الحساب في معظم مجالات الحياة، وعظيمة أيضا أهمية الرياضيات في تطور كل موضوع علمي. بالإضافة إلى ذلك فإن تعليم الرياضيات بالشكل الصحيح ينمي في التلاميذ قيما سلوكية وتربوية وحياتية وإنسانية عديدة. منها: 1. إنه يعود على الدقة في العمل. 2. إنه يعلم على ضرورة التخطيط قبل تنفيذ أي عمل، لضرورة البحث عن أسهل الطرق وأنجعها. إنه يعود على التأني قبل اتخاذ أي قرار ودراسة القضية من كافة جوانبها. وأنا بشكل شخصي عندي انفعال خاص لأن شايف هذا كثير أحفاد إلي، أعني بأحفاد في لي آباء وأمهات كثير طلابي شايفهم جايين مع أولادهم، وهذا عندي شعور مميز وشعور بالفخر بطلابي وبأبنائهم. طبعا كلكم طلابي وكلكم أبنائي. شعور أيضا بالقوة، إنه إحنا في عندنا قوة وطاقة كبيرة جدا نستطيع. كثير عندنا مشكلة إنه إحنا نلوم الآخر ونلوم الغير. علينا أن نقوم أولا نحن بواجبنا اتجاه أبنائنا، سواء كمسؤولين في وزارة المعارف، سواء كمعلمين، سواء كمديرين، سواء كأمهات وآباء. فهم المصابيح التي نبصر بها إن داهمتنا ليلة الظلماء. هؤلاء هم فخر الحياة بالإجبار. فأين نحن؟ أين نحن من تلك الأزمان؟ ولكل من علمني، لكل من علمني تحية شكر وإجلال. علمكم أنار دروباتي، وعلي تسلح بالعلم وعلمه لجيل بعد جيل فخر وامتنان. وأصبح جدول الهم مكتظا، وغدا شبح الأرقام يطاردني، فلا أتكلم إلا بلغتها مجنونة كما ترينني. بنيتي، رياضياتي علم نافع، الجبر والتحليل والإحصاء ورسم البيان، والحاسب الآلي علم حلوله، قد فجر التعليم كالبركان. أضحى مقاصا للتقدم والتكنولوجيا، هو سمة العلا في هذه الأزمان. صغيرتي، إن
علم مع الإيمان. شخصيتي وعنواني. وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحان نغني بيننا مثلا: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته، له سطر يصد الريح استعوي مهابا في عباءته. وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا.